هي برضه عروسة لعبة تشقلب حياتك وتشقلب حياة كل اللي معاك، وده في قصتنا بسبب الأحداث اللي تعرفوها اللي أنا عشتها وشفتها بعيني. فأقول تاني، القصة دي محتاجة قعدة وروقان بال ابن لذينة، فريح دماغك كده في حاجة تشربها. أنا عن نفسي هاكل لب عشان شكلنا مطولين مع بعض قوي، ومغامرة إيه بقى، واستعنا على الشاي بالله. خلصت امتحاناتي وخدت الأجازة الكبيرة، وبسبب كلام الأهالي طبعا نزلت اشتغل وبيت حديد في مول في محل بيع عرايس تبع صاحبي اللي اعرفكم عليه شويه كده. انا كنت ماسك الصبح من الساعه 10 لحد الساعه 5 ونص كده. المحل عباره عن عرايس لعبه بكل انواعهم، البلاستيك والقطن والخشب، كل انواع العرايس. اللي عايز اقوله انه محل كبير ومعروف وليه منافسين كتير قوي، والمكان هادي وزباينه حلو والدنيا زي الفل. وبرضه اشتغلت شهر وتمام، الدنيا برضه جميله، انا مبسوط لحد ما يجي يوم اللي بدأت كل حاجه تتغير. في يوم صاحب المحل اللي اسمه محمود، ولد اسمراني كده عنده 22 سنه، وفتح المكان كده زي ما تقول كده مصاريف ليه. المهم الساعه كانت 4 ونص وكلمني محمود، بقول لك يا درش بالظبط نص ساعه وفي صندوق جاي لك، خد الصندوق من المندوب وحاسب عليه، وانا دلوقتي جاي لك في الطريق عشان اخده واحطه في المخزن. شيء طبيعي، والوقت جري والنص ساعه عدت كده والصندوق وصل، والراجل جالي واستلمت الصندوق وقلت له حسابك كام، واتصدمت. قال لي ان الحساب مدفوع والراجل مشي على طول. ومحمود صاحبي من كذا سنه ودي مش طبيعته. فقلت برضه في سري، امال محمود قال لي حاسب عليه ليه؟ مش مهم. محمود وصل ومسك الصندوق وبيفتح اللزق بالعافيه عشان يتاكد ويشوف اللي جواه هو اللي كان طالبه ولا لا. الصندوق يا جماعه متلزق بطريقه فظيعه ومتعبه. لقيت محمود بيتكلم معايا وبيقول لي العرايس دي بالذات غاليه قوي. فقلت له يعني يا محمود كان مكتوب على الصندوق انه دول 5 عرايس، فليه يعني يا محمود ال5 عرايس دول غاليين قوي؟ فقال لي ان العرايس اللي انت مستقل بيهم دول، ال5 عرايس دول قد نص تمن المحل كله. المحل بسم الله ما شاء الله كبير وكمان عرايس كويسه ونظيفه. ازاي؟ ليه يعني يا حمو بالمبلغ ده؟ بتتكلم وبتمشي لوحدها مثلا؟ ورد عليا رد ما توقعتوش ابدا منه وعمري ما هنساه. قال لي وليه لا؟ وليه برضه ما تتكلمش وتاكل وتشرب زينا؟ خدت كلام محمود بهزار شويه بس عشان اطمن، لان طريقه محمود ده صاحبي وانا حافظه مش هزار خالص، ومحمود اصلا ملوش في الهزار. بس انا عديت الموضوع. الساعه جت 5 ونص وقلت خلاص، خدت بعضي وروحت على بيتي واتغديت وقعدت معاه شويه ودخلت انام. يا ريتني ما نمت ولا فكرت في كده، لان انا حلمت كابوس غريب ومش فاهمه. حلمت اني موجود في مخزن عند محمود، لقيته كده واقف في اخر المخزن وبيعمل حاجات غريبه، وفتح الصندوق اللي انا استلمته امبارح وخد منه عروسه شكلها غريب ومرعب ووحش قوي. ومره واحده قايلك العروسه بتتحرك لوحدها وبعدت عن ايد محمود ووقعت في الارض. محمود فجاه كده جاله حاله تشنجات غريبه، بدا يتخنق ويترعش في الارض. انا مش فاهم حاجه، فصحيت من النوم طبعا مخضوض شويه وقلت اقوم اغسل وشي، ولحسن الحظ لقيت اذان الفجر بيأذن. الواحد بصراحه صاحي مخضوض بسبب الكابوس ده. قلت في سري هو في ايه؟ إيه شغل افلام ام بي سي 2 ده؟ اتوضيت وصليت وقعدت على تليفوني شويه، وانا بقلب في التليفون شفت بوست. ايه ده؟ واحده ست صاحبه محل عرايس مشهوره جدا في باعة. طب ايه درش البوست الغريب اللي كانت منزلاه؟ بتقول ان في شركه مجهوله الفتره دي بالذات بتبيع عرايس غريبه شويه وبكل انواعها، والغريب ان سعرها غالي جدا ومبالغ فيه. هي لو معموله من ايه ما ينفعش طبعا تبقى بالرقم العالي قوي ده، فطبعا هي استغربت السعر ده، بس حبت تشتري واحده تشوفها عندها في المحل. دفعت اونلاين والحاجه وصلت لها في اقل من اسبوع. ركز كويس قوي في اللي اتقال عشان مهم. في عروسه غاليه جدا عن الطبيعي ودي حاجه غريبه. فست المحل كانت فضوليه شويه، طلبت واحده تشوفها عندها في المحل ودفعت الفلوس ووصلت لها اونلاين. ما تسرحش وعرفت بالعافيه تفتح الصندوق وشافت اللي طالباه. وهنا كانت الكارثه. العروسه لما شافتها خافت منها جدا لان شكلها يخوف وريحتها وحشه ومتبهدله قوي. ولما دخلت على الموقع اللي كان بيبيع العرايس ما لقيتهوش، اتبخر. الست حست اللي هو انا اتنصب عليا، فراحت رمت العروسه في الارض وقفلت المحل. ودي كانت اكبر غلطه عملتها في حياتها. لما روحت عادي جدا دخلت تنام وحلمت بكابوس مرعب. حلمت ان المحل بتاعها كله بيولع، الناس بتطفي في المحل والنار بتكتر اكتر مش بتقل، والمطافي جت برضه والنار برضه بتعلى اكتر ما بتقلش.
لحد ما عدى نص ساعة بعد ما المطافي وصلت والنار هديت لوحدها خالص. دخلت المحل وكل حاجة متفحمة إلا حاجة واحدة، العروسة اللي اشتريتها ورمتها في الأرض قاعدة على كرسي وما جاتش جنبها النار إطلاقا. وزي ما قلت لك ده كان كابوس مرعب، هي كانت حلمت بيه وصحيت طبعا مخضوضة، ومن كتر قلقها صحت الساعة 3:30 الفجر وغيرت هدومها وجريت على المحل بتاعها. وكانت الصدمة المحل بتاعها كويس ومفهوش أي حاجة، استعاذت بالله من الشيطان الرجيم وقالت تاخد لفة كده في المحل بتاعها، وبرضه الحمد لله كل حاجة سليمة. بس في حاجة غريبة، العروس اللي جابتها زي ما قلت لك ورمتها على الأرض مش لاقياها، ده حتى الصندوق مش لاقياه، اتبخر. وبتقول ان عرفت بعد كده ان العرايس دي بتستخدم في السحر وغيره. فملخص الكلام ده كله يعني، او هي عايزه توصل رساله وتقول خلي بالكم من اي حاجه بتشتروها ومن مصدرها كويس قوي. وبعيد عن القصه كده، دي نصيحه برضو مهمه ليك انت كمان، اي حاجه خلي بالك انت بتشتريها منين والمصدر بتاعها كويس قوي حتى لو ساعه. تعال نرجع لقصتنا. البوست شدني جدا لحاجه مهمه خلتني اقف عنده قوي. انا امبارح روحت لما كان محمود بيفتح الصندوق وما شفتش ايه اللي جواه لان روحت على طول وما اهتمتش. بس هي بتقول لو تفتكروا ان الصندوق لونه اسود، وخلي بالك من اللي جاي متلزق بطريقه فظيعه. بقول لكم ايه، مش حاسين حاجه غريبه؟ يعني انتوا مش حاسين ان الصندوق اللي هي بتتكلم عليه ده هو نفس الصندوق اللي انا استلمته امبارح؟ وطبعا واحد وش مصايب لازم يعرف ايه اللي جوه الصندوق. بس برضه هل الصندوق ده له علاقه بالحلم او الكابوس اللي انا شفته؟ بصراحه مش عارف طبعا، والفضول واكلني. ولبست هدوم ونزلت على المحل، واليوم كان صعب جدا بصراحه، كله كان زباين وتسليم عرايس، ويا دوبك قلت اقعد شويه واقرا بقى في كتاب رعب عن العرايس او اي حاجه اتسلى فيها. وفجاه كده من غير سبب النور قطع. مالا خفت كده ليه؟ مش كده يعني، بس الغريب شويتين 3 ان المول كله منور الا عندنا. كلمت الامن اللي موجودين عندي في الدور، وبالمناسبه انا في الدور الثالث. المهم سالت الامن النور مقطوع عندنا ليه، واستغربوا جامد. قال لي مفيش اعمال صيانه بتتعمل في الكهرباء، ولو في فبالليل قوي بقى لما بنقفل المول. فرنيت على محمود، التليفون مقفول، مفيش حل في ايدي ولا عارف اتصرف ازاي. بس بما ان النور قطع هنزل بس المخزن اروح الحمام واجي على طول. وخلاص خلصت ووصلت عند المحل، وكانت المصيبه. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ مصيبه. العروسه اللي شفتها في الحلم لو تفتكروها قاعده في نص المحل على كرسي والنور شغال. بس ما كانش بالنسبه لي ده الغريب، الغريب ان الناس كلها بتصوت وبتجري عندي جوه المحل، لان اللي ما كنتش متوقعه حصل. ايوه، المحل بيولع. حاسس انك نسيت تعمل لايك، فبفكرك كده انزل اعمل لايك. انت اتفرجت لحد دلوقتي وما عملتش لايك برضو، وانزل اعمل اشتراك في القناه. ولو انت عامل كومنت بقى بالمره. كومنت ايه بس؟ الناس كلها اتلمت عندي في المحل وكله بيطفي، وما كانش في حد ماشي في المول غير لما كان بيطفي معاه الحريقه. وكل ما نطفي النار تعلى اكتر، لحد ما فجاه النار هديت خالص، هديت لوحدها لما كلنا فقدنا الامل انها تطفي. في ناس لاحظت الموضوع ده وخافت، وفي ناس الله يبارك لها همها كله على المحل وكويس اصلا انها اتطفت. الناس مشيت وده كويس عشان اللي هيتقال حالا، لان الحريقه دي كوم، وكل اللي قلته كوم، واللي تسمعه دلوقتي كوم تاني خالص. هي ازاي النار تولع في المحل ساعه الا ربع بالظبط ومفيش حاجه تتحرق؟ الله، يعني النار ما قربتش العرايس ولا حتى خط منها الا حاجه واحده، كتاب الرعب بتاع العرايس. الكتاب متفحم ومفكوش حرفيا ولا ربع ورقه سليمه. هو الحمد لله ان المحل كويس، بس ايه الهبل ده؟ بس من الطبيعي والمنطقي حقي اسال ازاي. الواحد كان بيشد في شعره ومستغرب، بس انا كنت في الموقف ده وحاجه بتقول لي كده اللهم صل على النبي، انت داخل على مصيبه شكلك كده وربنا يكفينا شر المصايب. محمود سالني سؤال غريب وكويس انه ساله، بقول لك يا درش هي فين العروسه اللي كانت قاعده في نص المحل هنا؟ فقلت له انت خدت بالك منها؟ قال لي كل اللي كان بيطوفوا في الحريقه خدوا بالهم منها. فلقيته كده سكت وافتكر حاجه ونزل جري على المخزن تحت، وعلى طول قفلت باب المحل وقفلت الانوار ونزلت ورا جري. لقيته كده عمال يدور ويدعبس في حاجه معينه لحد ما وصل للصندوق الاسود اللي انا استلمته امبارح، ورايح له كده وبيبص وعمال يدور فيه شويه، وامن على الارض كده وسام الصندوق وفرد ظهره وكان هيلطم بسبب اللي شافه. لقيته بيقول لي هو انت نزلت المخزن؟ فقلت له نزلت قبل الحريقه اخش الحمام بس. ايوه بس نزلت وطلعت على طول والكلام ده قبل الحريقه. قال لي ازاي؟ هي مش دي العروسه اللي كانت فوق؟ ولقيته بيطلع العروسه وبيوريها لي اللي احنا شفناها قاعده في نص المحل وبيوريها لي ومصدوم. اللي جابها هنا
جنب الصندوق على الارض. احنا شفناها في المحل ما لقيناهاش، لقيناها في المخزن، والمفروض مكانها جوه الكرتونه او جوه الصندوق. إيه اللي جابها بره؟ هي مش دي برضو اللي كانت موجوده فوق؟ إيه اللي جابها جنب الصندوق؟ تعالى يا محمود بالله عليك نطلع، كفايه اللي حصل النهارده. طلعت انا وهو نقعد نرتاح شويه، سلمت عليه ومشيت، وفي دماغي 100 سؤال ملهوش اي رد. بس طبعا كفايه اللي حصل النهارده، وربنا يعدي الايام الجايه على خير. الساعة 8 الصبح وقاعد بفطر ومش عارف كل الأحداث الكتير دي ازاي حصلت امبارح. ازاي النار تمسك في المحل ومفيش حاجة تولع إلا الكتاب. أقول لكم من الآخر، أنا أصلا ما كنتش هنزل الشغل ده تاني، بس قلت هعمل إيه يعني؟ لو قعدت في البيت هتهزق يا صايع اللي من غير شغل. قلت لنفسي هي كده كده خسرانة، فخلينا نخسر بس بشرف. ولبست هدومي ونزلت. اليوم كله كان زمان الحمد لله، ومن ساعة لما دخلت المحل وفضل لي كام ساعة واروح، انا ما قعدتش دقيقتين على بعض، ولسه هقعد على الكرسي وافتكرت حاجة مهمة. هو فين الصندوق؟ لو انتوا مركزين معايا كان لسه برضو عندي فضول، بصراحة، وبصراحة كده ما كنتش عايز انزل المخزن واسيب المحل لوحده. جه مثلا محمود فجأة، هعمل ايه؟ بس قلت يلا بسرعة، ونزلت المخزن وحرفيا بدور على الصندوق ومش لاقيه. قلبت عليه المخزن كله وحرفيا مش لاقيه، ولمحت الصندوق هناك اهو ورحت له، وحصلت حاجة مش متوقعة. محمود واقف ورايا عند باب المخزن وبيقول لي انت ازاي سايب المحل كده وبتعمل ايه في المخزن؟ حرفيا رجلي ما كانتش شايلاني، وقلت له في زبونه جات لي من شويه عايزه نوع عروسه معينه فما لقيتهاش، فقلت لها تعالي بكره، ونزلت المخزن ادور عليها اشوفها. اهو اللي جه في دماغي قلته. قال لي خلاص مش مشكله، الساعه دلوقتي 5 ل 10، روح دلوقتي بدري، انا هجيب حاجه من المخزن وهكمل باقي اليوم. فطلعت فوق خلاص وخدت حاجتي ومروح. وانا طالع لمحت حاجه محمود على الترابيزه، ساعته ومحفظته وتليفونه. ركز كويس قوي فيهم عشان انا مش هتجنن لوحدي. ساعته ومحفظته وتليفونه. ومشيت من المحل وخلاص خارج من المول، والاقي لك حد جاي عليا تشل العقل. انا بجد اتسمرت في مكاني وفتح بقي زي الحمير، مش فاهم ايه ده. اصل مش من الطبيعي الاقي محمود بيركن وجاي ناحيتي. امال مين اللي قال لي روح؟ جري عليا وقال لي انت ازاي سبت المحل؟ محمود جري على المحل وانا رحت وراه. ليه محمود اول حاجه عملها جري على المحل؟ اسمع معايا. محمود راح المحل ودخل المحل ولقي كل حاجه تمام. هفهمكم. محمد جه ناحيه المحل، خاف لا يكون حصل حاجه، اتسرق حاجه، ما احنا متعودين، لانه شافني اصلا خارج من المول ومروح. طب هو اصلا ما جاش، بس انتوا عارفين انا ما عملتش كده وده ما حصلش معايا، هو اللي قال لي روح. فمحمود اشتغل بقى. سبت المحل ده ممكن يتسرق، وبتوع الامن مشوا كلهم النهارده ولسه ما جاش حد غيرهم، يعني ممكن يحصل اي حاجه. مشيت ليه؟ فقلت له والله انا مشيت عشان انت جيت لي المخزن وقلت لي روح. مصدقنيش وقال لي ازاي؟ انت حتى بنفسك شايفني جاي من مره قدامك وبركن. فقلت له ازاي؟ امال ساعتك وتليفونك ومحفظتك دول بيعملوا ايه؟ ومشاور على الترابيزه اللي فيها حاجه محمود. ولا الساعه ولا المحفظه ولا التليفون لقيته. 21/6/2023، اليوم اللي انتهت فيه كل حاجة، ومن أكتر الأيام اللي عمري ما هنساها في حياتي. يوم امبارح عدى واتصالحنا أنا وحمو. في حاجة ما قلتلكمش عليها. محمود من أول الصندوق ده لما دخل المحل وهو تعبان، بيسرح زيادة عن اللزوم، بيقعد في المخزن بالساعات ويسيب الزباين ما بيردش عليهم، والكلام ده اتحكى لي بالكذب زبونة اشتكت لي من اللي حصل. وقتها افتكرت البوست اللي شفته بتاع الست صاحبة محل العرايس المنافسة لينا، ودورت على البوست ولقيته بعد معاناة، وقدرت كمان اوصل لرقمها وكلمتها، ودي مش اي حد يعملها بقى. وحكيت لها على كل حاجة من اول يوم استلمت فيه الصندوق لحد دلوقتي. والصدمة ان نفس اللي حصل معايا انا حصل برضه معاها. قالت لي مفيش غير حل واحد، لازم الصندوق يولع بكل العرايس اللي فيه. قالت لي الموضوع مش سهل بس مفيش غير كده. فاستغربت، قلت لها يعني ازاي الموضوع مش سهل؟ هيحصل ايه يعني؟ العرايس كلها في المخزن ومفيش حاجه اتباعت منها. قالت لي في المكالمه جمله غريبه، انا اتصدمت. قالت لي انتوا حظك بقى، ربنا معاكم وخلي بالكم من نفسكم. وقفلت المكالمه على كده وانا مش فاهم اي حاجه. محمود جه بدري وده نادرا لما بيحصل، خير يا رب. دخل المحل عادي وبيسلم عليا وشد كرسي وجه قعد جنبي. كان شكله زعلان، شكله في حاجه مضايقاه. مالك يا ابني عامل زي المطلقه كده ليه؟ احكي فيه ايه؟ قال لي ان انا عندي شويه مشاكل في البيت، اختي تعبانه وبيجيلي حاله تشنجات كتير وتشوف حاجات غريبه، ودينا كذا دكتور وكذا شيخ وبرضه مفيش فايده. فعرض عليا لو انا مكانه اعمل ايه. قلت له بقول لك يا محمود، بص
من اول لما انا استلمت الصندوق ده، واللي انا ما قلتلكش بقى يا محمود ولا قلت لكم انتوا كمان، ان انا بقيت بشوف حاجات غريبه وحاجات بتطير انا كدرش بحس بيها. من الاخر كده ما تولع في الصندوق وتريحنا كلنا. وقلت الجمله دي ولا كاني قلت اللي، وفجاه لقيت وقف واترعب من اللي قلته. احرقه ازاي؟ ما ينفعش. قلت له لو على فلوسه هتجيب اكتر منه، انت بجد مش شايف نفسك عامل ازاي؟ فكر فيها وسكت كده وقال لي ماشي. ونزلنا خلاص ورايحين نجرب اخر حل هيساعدنا. وجملة الست اللي كلمتها لسه برضه في عقلي، انت وحظك ربنا معاكم. خدنا الصندوق كله وقفلنا المحل ورحنا منطقه بعيده شويه مع عربيه محمود. احنا من الاخر كده احنا رحنا صحراء، وكمان تعمقنا جوه الصحراء. محمود طلع من جيبه ولاعه وانا جبت واحده من العرايس وولعنا فيها وسبناها كده تولع شويه، ورحت رميتها جوه الصندوق عشان الكل يولع مع بعضه. وطلعت ريحه قذره، هي اصلا شكلها غريب ومرعب، ده غير ريحتها اللي تقرف وشكلها متبهدل. واتاكدنا خلاص بالفعل ان كل العرايس اتحرقت واتفحمت. وركبنا العربيه ورجعنا المحل، وما توقعناش اللي حصل. توقعوا معايا كده هيحصل ايه. لقينا الصندوق في نص المحل والنور اللي انا قافله بايدي مفتوحين، والصندوق في نص المحل. وفجأة من غير سبب الصندوق اللي شافته عيني ده وعمري ما هنساه، الصندوق يولع لوحده ويولع في المحل كله. المول حرفيا اتقلب، كله كان بيطفي معانا، والنار برضه شغاله مش بتطفي، واقوى واقوى بكتير من الاول. وانا كدرس من كتر الحريقه وعمال اساعدهم واطفي معاهم جوه المحل، حسيت اني دايخ ومخنوق ووقعت على الارض ومش مدرك ولا حاسس باللي بيحصل او حتى اللي حصل. فوت على جملة الحمد لله على السلامة من راجل كبير ربنا يديله العمر كله. لقيت نفسي بره المول موجود في عربية إسعاف، ببص حواليا والمطافي والبوليس مغرقين المكان كله. لقيت أخو محمود الكبير اللي كان اسمه يوسف وقاعد جنبي وبص في الأرض وعينيه مغرقة من الدموع. معرفش ليه. سألته حصل يا يوسف وفين محمود ومالك بتعيط كده ليه؟ يوسف خد نفسه بالعافية وبدأ يتكلم وعينيه كلها مليانة دموع، وبدأ يقول لي المحل كله ولع ومفهوش ولا عروسة غريبة، وفي ناس كتير قوي كانت بتطفي واتأذت جامد وانت واحد منهم. طلبنا طبعا الإسعاف وفوقوه، والباقي برضه الحمد لله بيتحسنوا. فاستغربت انه ما جابش سيرة محمود في حاجة، فقلت له طيب محمود فين؟ وسمعت اللي عمري ما قدرت استوعبه. يوسف قال حاجة صعبة مش أي حد يستحملها. قعد يعيط تاني وجامد قوي كمان، وقال لي هو مش قادر يتكلم. قال لي من كنت شدة النار الخشب اللي في السقف وقع على الأرض، والغريب إنه وقع على محمود بس كأنها مقصودة بفعل فاعل، لحد ما الناس يأست خلاص إنها تطفي المحل والنار هديت خالص ولا كأنها موجودة. بس من أول لما الخشب وقع على محمود لحد ما النار اتطفت مدة زمنية كبيرة، كانت النار ماسكة في محمود ومات.